طيب، مساء الخير. التحية، كل التحية للقائد كيكل ولجيشنا الباسل ولحركات الكفاح المسلح المشتركة وللبراؤون. أنا لأول يوم الليلة أذكر هؤلاء الرجال، هم بأدوا أداهم، ما مجبورين على البلد، لكن ناس رجال بأدوا. البراؤون، القوات الخاصة، المستنفرين، كل الذين يقاتلوا لهم التحية والتقدير. نحن أصلا زول بيقاتل لا بيقدم نفسه، ده أغلى ما عنده في الحياة. يعني داير عشان أنت يعني تطلع لي لقطة ولا شنو مع زول، داير الشهادة وماشي لها رجل دخل المعركة لمن انتصر. فأنا أعتقد المزايدة على الناس اللي شايله السلاح وبتقاتل ده نوع من الابتزاز بتاع الميديا. يعني انت زول بيقدم نفسه وانت بتتكلم اكرم منا جميعا. مهما تكلمنا نتكلم نقول شنو؟ يعني احنا بندافع بس، رجال خلف الكاميرات بيدافعوا، لكن ده الرجال شايلين السلاح ده تقدير. هناك انسحبوا، مشوا، انتصروا، ماتوا، استشهدوا، ده في النهاية تاريخ يكتب. فنحن عيب، يعني من العيب جدا انك انت تتريق على زول استشهد في ساحة المعركة، زول قدم نفسه فداء للوطن، ايا كان توجهه السياسي شنو، حزب، أمة، كوز، شيوعي، هو شال السلاح ده سوداني وطني فول ستوب. فلذلك في ناس بتلقاهم دائما. حنجي نتكلم في الموضوع ده بعد شوية. طيب، أولا الخطاب ده موجه للقيادة السياسية في البلد. القيادة السياسية في البلد الراجي أي تفاهم دولي، سواء السعودية أو أبو ظبي، مش ولد كده قاعد ولد كده في السوشيال ميديا بيعمل الراجي، مثلا بيقول كده كوم التراب ده في خشب، فالراجي له سلام أو مفاوضات أو انفتاح مع المجتمع الدولي سرو السعودية والإمارات، كوم التراب ده في خشب. زي ما بقول الراجل ده، كوم التراب ده في خشب. هي يعني بالمنطق كده، فاقد الشيء لا يعطيه. سيبك من الديمقراطية دي، أصلها ما في. نحن بنتكلم عن قضية جوهرية. الآن هذه الدولتين دي بيشاركوا في حرب لها 10 سنوات، جيشنا متورط معاهم. لم يستطيعوا ضغوطاتهم، اللوبيهات بتاعتهم، الصلاحيات، القروش حقتهم، لم يستطيعوا إيقاف هذه الحرب أو إصدار مذكرة من الأمم المتحدة أهو استنزاف بيعيشنوا الدويلة والمملكة السعودية. عشان كده داير يعملوا لنا شنو بالمفاوضات؟ يعني مفاوضات الراهو ما قادرين يجيبوا السلام لنفسهم، ما قادرين يجيبوا السلام لقواتهم القاعده بتقاتل، وقوات القاعده هناك لها 14 سنوات. عشان كده زي ما قال الولد ذاك بكل اختصار، بعيد عن السياسه، اللي منتظر سلام او حوار يجي من الدولتين دي، كوم التراب ده في خشب. ده موضوع ما محتاج، يعني ناس فشلوا بالسياسه، بالفهم السياسي، فشلوا في انهم يجيبوا السلام لنفسهم. حرب قايديننا مستنقع بتاع حرب في اليمن 10 سنوات، لا سلام جابوه، لا قدروا ينتصروا، ولا مورطين في حرب قاعدين فيه لليل 10 سنوات. دارين يجيبوا لنا نحن السلام، او دارين يصلحوا لنا وجهنا مع المجتمع الغربي. الناس بتستخدمون امريكا للسياسات هي عاوزاها، والا كيف امريكا هي وقت ماسكه العالم وبتحل وبتربط الحوثيين دول ما قاعدين. يا اخواننا ما نبقى عندنا عبط سياسي، ولا اي واحد يمشي يتصور لابس له بطاقه هناك يجي يخش الرئاسه في هناك، انا بصلح لكم العلاقات مع امريكا. كذابين ازاي؟ امريكا دي دوله بتاعت مؤسسات، ما يجي كل صعلوك شايل له واحد قال حضر، واحد اهبل كده قال حضر التنصيب بتاع ترامب، وترامب قال الافارقه، انا الرؤساء الافارقه ما عزلتهم لانهم حراميه. طيب انت ريحت مع شنو يعني؟
تلقى بكره جاي انا وفتحت لكم مع مكتب وفي مكتب حيشتغل لك الشغل ده، لف ودوران واستعباط واكل قروش البلد بس، ما في ليس الا. الدوله دي بتقوم على الشباب اللي قاعدين في المعركه دي، هم اللي بيقرروا مصير البلد، وجيشنا هو اللي بيقرر مصير البلد. ده موضوع محسوم. طيب نمشي للنقطه الثانيه اللي هو النائب العام. يا اخواننا النائب العام ده انا يعني ما قادر افهم. النائب العام ده عمل في خيمه رمضانيه يتكلم، قال كلام كثير. قال نحن حنلاحق المجرمين، نحن حنعمل جاب كلمه نلاحق، سنلاحق. يا اخي عيب عليك، بلاغات انا اتحداك اطلع قول البلاغ 50-10 ياسر الان بدفر فيها عشان يوديه المحكمه. اتحدى النائب العام اللي يطلع الان في مؤتمر صحفي يقول انا حاكمت الضابط واحد من الضباط بتاع الدقلوا اللي اتقبضوا، اتحداه اللي يطلع يقول انا حاكمته بتحدي. والله انا اكون من الكاذبين، خليه يطلع بس يطلع بيان او يطلع عريضه واحده مشت المحكمه يتحاكم فيها ضابط من الدعم السري. يجي يفتح لي خيمه مع صحفيين داير يقول كلام، كلام يبيع كلام للناس. يا اخي يا اخي يا اخي انت يفترض انت يفترض تقدم بالخيانه العظمى. زول جيشك بيقاتل، يا اخي جيشنا ده شفنا الشعب ده لما جيشنا يجي، شوف الناس بيبكوا كيف، شوف الناس بيستقبلوا الجيش ده كيف، شفت الشعب السوداني ده كله بيستقبل الجيش كيف، بالبكا بيستقبلوا الجيش بتاعهم، بيحسوا بالامان. شوف الناس اللي رجعت دي، حتى المنظمات العالميه قالت عدد الناس اللي رجعوا كميات كبيره قريبا 400,000 رجعوا لبيوتهم. ليه؟ لانه بحس انه ده جيش وانه ده خلق السلام. شباب ركع سجود ما ممكن يسرقوا لهم حاجه حق الزول، شباب ما ممكن يقتلوا لهم زول ساي. انت عشان تدي مساحه زي الطرفين طرفي النزاع تجي تقول يا اخي، اول حاجه تقول انا بكل غل سوف اقدم الضباط وطلبنا يعملوا لهم انت فاضي ليه ده؟ انت القضايا اللي عندك مشيت عملتها؟ انا احمد عمر ده اتحداك انت يا رجل النائب العام، اتحداك لو شلت العميد احمد عمر الرجل الهاجم مطار مروي والشكوى مكتمله وكلها ومشت المحكمه، ليه ما خلصتها انت كنيابه؟ ليه سحبت البلاغ مره ثانيه؟ اتحداك النائب العام اطلع اقول انا ما سحبت البلاغ. واتحدى رئيس القضاء انه ليه طلب من خليفه النائب العام السابق ما يمشي الجلسه الاولى ولا الثانيه. بيتحدى، هذا انا كلام بقوله، خليه يطلع القضاء يقول انا كذاب، يقول انا ما رئيس القضاء ما اتصل على النائب العام قال له ما تمشي تصل للمحكمه، اتحداه. عشان تشوف الناس دي بتسوي في الحقائق، دايره تودي البلد دي في داهيه. انت الان بتقول في ضباط داير اسحب منهم الحصانه، يا اخي ضباط في حرب، هل تعتقد انه عندنا ضابط بتاع جيش مجرم؟ ده مفروض الان يتحاكم بالخيانه العظمى. ما عندنا ضباط نحن حراميه، ما عندنا عسكري حرامي، ولا عندنا مستنفر حرامي، ولا عندنا زول حرامي. انت الان ما شايف العربيه سوقت لها طوالي، قناه العربيه وقناه الحدث سوقوا لها انه في كده، دي ما خلاص هتمشي المنظمات. انت ناس الحرب ده بيقاتلوا عشان انت ترجع بيتك اطردوك منه يا اخي. تقول حاكم دي النزاهه؟ انت انتهيت من الجنجويد عشان تمشي لضباط الجيش اللي بيقاتلوا الان بيقاتلوا؟ هل تعتقد انه زول بيقدم رقبته ده قاتل بيمشي بيغتصب ولا بيسرق له حاجات بتاعت زول؟ يا جماعه النائب العام ده ما لانه خلاص في مثلث كده انا جاي له يترسم. ده النائب العام ده الان على محامي السودان تقديم مذكره بلاغ، واصل عنده بلاغين. النائب العام عنده بلاغين وقضيه منظوره الان امام القضاء الاداري، عنده قضيه منظوره. اضافه لانه النائب العام ده كان في مناطق الدعم السريع وقاعد في المسجد معاهم في منطقه الشعبيه في بيته. جا كيف؟ طلع كيف من هناك؟
يجي يقول انا قدمت عشان احاكم، ده توري العالم انه الضباط بتاع الجيش شو مجرمين، وحقدم لرفع الحصانات. يا اخي ضباط بيقاتلوا بيقدموا نفسهم، هسه المقدم اخر واحد مقدم في جهاز الامن والمخابرات ما يقعد في مكتبه قتل قدام الجنود بتاعهم. هل دي الناس بيسرقوا ولا بيسبوا ولا بيغتصبوا؟ انت داير تثبت للعالم وداير تثبت لقح، وداير تثبت للجنجويد انك انت خادمهم. تكبر القضيه بتاعت هنقدمه وحنعمل وحنفك الحصانات. هتضربك على يدك من وش هتعمل كده؟ انت بتثبت الان للعالم انه نحن في الجيش ناس مجرمين وناس اغتصبوا وعملوا همسك هيودوك الجنايه. وده اصلا هو من مصر ورجع. ده شغل بتاع جنايه واضح. جمعوا ابو بكر وجمعوا العره بتاع الجهاز ده بتاع الشؤون القانونيه، علم بتاع الجهاز ده. دي عره قاعدين دايرين يحكموا لنا البلد. اتحداهم جو هنا وقعدوا بيتقرروا في الراجل عشان القاضي الاسترالي والبريطاني ياخذوا اقوال الفريق ابراهيم سليمان. ده الناس يرجى منه. نائب عام بيتصل على النائب العام الثاني يقول له لازم تمشي تقدم شهاده، الناس دي دايرين انك تسافر. ده نائب عام المفروض يخلوه في البلد. الان في ناس بيموتوا في قدام يا برهان بيموتوا. نحن بنرفع صوتنا. انت القائد الان وامام الصلاه ما بنتطاول عليك، لكن بنرفع صوتنا. ما بتلقى الناس اللي بينصحوك وبيرفعوا صوتهم بيجاهروا بالحق ده. ما بنقف معاك ساي، لكن بنوريك ده الغلط. انت ما فيك كعب، لكن اللي حوالينك ديل اللي بيصوروا الموضوع غلط ده. ما تعتبر يا سيدي الرئيس مما حصل للبشير من الطلس بتاع طه كان مطلس الجهاز ومطلس الاستخبارات ومطلس الامن الشعبي ومطلس البرلمان ومطلس الدنيا كلها كان ماسك الرئيس كده. هسه انت يا سيدي الرئيس صح انك انت تجدد تجيب الصادق ثاني وزير، الصادق الغير صادق تجيبه وزير ثاني. يعقل انه الصادق يدعي يا اخي الصادق ده مخطط. الصادق ده زعل وشالوه، مشى المره الاولى مشى البيت زمان لما قالوا شارك في الانقلاب ده، شغلوه ومشى قاعد في بيته وزعل. يا اخي ده زول غريب خلاص. لما قلنا ربنا حلانا منه يجي تاني تجيبوا وزير. يا اخي ما انت بتعيد في تجربه البشير بالكربون. الدوله دي الان يا سيد الرئيس في مكتب الرئيس، زحيته من مكتب الرئيس قلنا اوكي تجيبوا ثاني وزير بدرجه وزير، تجيب اللواء الصادق الهرب من الحرب من هناك. بلاش قله ادب يا اخي. ده هرب من اللواء، اقدم لواء في الجيش هرب من شارع 61 يا اخي. تجيبوا لنا الان تكافؤ تبقي وزير يا اخي. ضباط بيقاتلوا زي الناس، لواءات ماتوا جوا. ذاك اللواء مات في نيال. تتكلم عن شنو يعني؟ تجيب اللواء الصادق ده طلع كيف ذاته؟ طلع كيف من 61؟ ثاني تجيبوا لنا وزير ده تعيد تجربه عمر البشير. حنرفع صوتنا ما حنقف. لو الدنيا دي كلها تخرب ما حنقف. هذا الصادق ده اقسم للناس انه الايطالي ما مشى البلد يمشي. اقسم بالله. وانا ادري بكل التحركات. انا كنت لصيق جدا بلجنه الاستئنافات لما اصدرنا القرار بتاع حل لجنه المحامين اللي عملت الايطالي. الصادق ده اول زول استدعى علي وفصل علي اليوم الثاني. ده كله موجود، غير ما الحاجات الثانيه ما داير اتكلم فيها. يجينا ثاني اللي هو الصادق يرجع ثاني وزير، امشي شيل البندقيه دي قاتل كان زول قطع خشمه ده انا بقطعه له ذاته. لكن تمشي انت تقعد لي ثاني تجينا وزير لدرجه وزير تتوهط وتخرب البلد ثاني بسياساتك دي. يا اخي انت انا بكره هطلع لك لايف كامل اللي وصل من اوكتاي. اقسم بالله بالمستندات من اوكتاي عشان يعرف العالم ده حقيقتك. يا اخي ما كنت تضلل الناس كده. هاي زول مهذب ومسكين ما زي طه الحسيني. طه الحسيني ده كان لو مشيت له بيبوس رجلينك وممكن يبوس حتات ثانيه ذات.
للرئيس كرعين وعصر لهم الرئيس كرعين. يا اخي التهذيب شنو يا اخي؟ التهذيب اللي وراه مصايب، دي مصيبه قد لا يعرفها الناس هسه. اقسم بالله العظيم انا قلت الصادق ده راح ومشى، ثاني رجع الصادق وطل بوجه قبيح. وزير لو شايل بندقيته حايم في الجيش هناك، لو تكلمنا فيه اقسم بالله لاكون ما راجع. خليه يمشي وينسحب ويندس ويعمل اي حاجه، لكن تجي تقعد هنا وتشرع محل القرار، واصلا الدوله كلها في مكتب. ما نخليهم، والله ما بنخليهم. حنكشفك يا اللي هو الصادق للفريق الصادق لكل العالم ده يعرف، لانه دي قضيه السكوت عليها ضياع السودان. اهو السودان شايفين انه بضيع. كفايه يا اخي. انت التمرد ده زاد ليه؟ من ضمن العقاب اساء الادب. انت اللي هو الصادق عملت خطاب مخجل. اللي رفضوا تنفيذ 4 ضباط رفضوا تنفيذ قرار القائد العام بالرجوع للقوات، عملت لهم شنو؟ نزلتهم المعاش وقلت يراعى تسويه المعاش. استهبال قانوني. ديل طوال يجور ورقه محكمه عسكريه يشيلوا منه الرتب دي ويعرضون لمحكمه عسكريه، كان هسه تحاكم. انت بتشجع فيهم تسويه المعاش لاحقا. استهبال قانوني. ما هسيبك والله يا صادق من اليوم وصاعد انا ما عندي شغل غيرك، لانه ممكن اشوف بلدنا بتضيع. هذا الرجل امشي يشيل لك بندقيه، امشي مع الرجال هناك، امشي مع الرجال هناك، شوف اخش المعركه دي يا اخي. اقدم اليوم في الجيش كنت ما دخلت معركه واحده يا اخي. ما تقول لي عندك اخلاق وزول مهذب وبتعصر كرعين الناس. والله العظيم 3 سجلوا الله يبدأ. نهايه الحكومه دي والله حتكون على يده وعلى يد النائب العام القاعد. ما بنخاف منكم انتم منو ما بشر بتأدوا عمل. انت ما احسن مني، انت قاعد براس الدوله لكن ما احسن مني. ما فهمك انت افهم مني ولا انا افهم منك، لكن في حقائق ووقائع على الارض. حنجي له موضوع الصادق والنائب العام ده بالتفصيل ايضا وبالمستندات. طيب نمشي لموضوع كيكل. يا اخواننا اجهزه الاستخبارات العالميه دي ما طلعت يوم واحد الا بعد مرور 20 سنه لعمليه استخباراتيه او امنيه قام بها جهاز، قامت بها الاستخبارات، قام بها اي زول. دي ما بينشروها الا بعد 20 سنه. ده حسب القانون. فنحن دايرين للعالم اللي بتتكلم دي، يعني معلش انت زول بتستمع ده، لما اي زول يطلع يتكلم انت ما بقول اذا كان بيتكلم ده مجنون مستمع عاقل. انا داير اديك حاجتين او زنبين خليهم ميزان واسمع اي زول يقول كلام. انت من خلال الكلام ده بالميزان هتعرف انه الكلام ده سليم ولا توجهش. طيب نضرب مثال حي. شيخ اللمين. شيخ اللمين ده كان قاعد، شفنا التهديد والوعيد وحنبلك يا شيخ اللمين وجايينك وعاملين لك وساوين لك وساوين لك وساوين لك، صح ولا انا غلطان؟ كل الميديا دي كانت قايمه على الشيخ اللمين، صح ولا انا غلطان؟ طيب ليه بعد ما شيخ اللمين استلموا الجيش ووداه منطقه امنه وطلع ليه ما تحاكم شيخ اللمين؟ ده بيديك ميزان الاول، تعرف انه اي زول كان بيسيء لشيخ اللمين ده حمام ميت ما عنده علاقه بأجهزة الدوله، حتى ان قاعد هناك وشايل سلاحه وحايم مع عسكري نفر يعني او مستنفر. شنو يعني؟ من اهل العقد والحل. لو كان من اهل العقد والحل كان يعرف وضع شيخ اللمين، لكن لانه ده ساي بس بربره بتاعت فيس وبربره في الوثائق وفي الوسائط وكلام فارغ. بس شيخ اللمين ده وزنوه. شوفوا الناس اللي هاجمت شيخ اللمين ده وقالت ده توعدته بالمحاكمه والقتل وكذا وكذا، في النهايه طلعوا سلاقين به. الرجل طلع عنده اسرار دي مع الاستخبارات او مع جهاز الامن، هتكشف يوم من الايام. فول ستوب لحد هنا.
طلع واكرموه، خدوه في وادي سيدنا ودوه قرفه ولحد ما اكرموه لحد ما سافر. اذا نحن نصدق منه يعني هذول الناس كده احتراحات اللي بيكوركوا كل يوم في النازل ما عندهم حاجه. طيب نحن قدامنا الرئيس البرهان، الفارس الكاسر ياسر العطا، كباش مفضل واللبيب. دير كلهم اللي فوضناهم واللي بغاتوا هسه والشايلين البلد دي الان ما بعرفوا مستعملين. نحن بنعرف اكثر منهم، بنعرف اسرار اكثر منهم عشان نتكلم عن كيكل. ما مشى كل واحد مشى الرئيس قال كيكل ده بقواته دي هنا ده نحن واثقين فيه، والنصر للسودان كله ما بيجي الا من المعسكر ده. ما قال الرئيس خطاب موجود، يطلعوا ناس الامن وناس الاستخبارات عشان فلان الفلاني ولا اي عره طلع يتكلم عن كيكل يقولوا له لا والله كيكل ده معانا معلش يا اخي انت لانك انت ما عارف حاجه، لانه ما عندك علاقه اصلا بالاجهزه الامنيه، ما تدعوا. دي دعوه فارغه، اي واحد يتكلم باسم الدوله شكرا جزيلا تكلمت باسم الجيش ما في زول زعلان منك. لكن ما تتكلم عن الناس الموجوده الان بتقاتل شايل اسلحه. كيكل ده كان قدامه فرصه يسافر، كان قدامه فرصه يمشي بور السودان زيه زي اي واحد ثاني من الجمبرجيه دي يقعد هناك ويقول انا انضميت لك وخلاص عملت اللي عليك. زول شال وشفنا حوصر في جسم الجريف شري كاد ان يقتل. زول ما خايف، اللي بيقدر يقدم حاجه الربع اللي قدمه كيكل ده يشيل السلاح وينزل. طيب بطل الفصاحه والاعلام انك كابتن بتاع اعلام ولا غيره كله كباتن سايف الفاضي. كيكل ده رجل الدوله عارفاه، انت رجل بتاع دوله تحترم الدوله دي وتحترم انها قالت طلع في الزول ده كويس تحترمه طوال. يعني البرهان ما جايب خبر ياسر العطا ما جايب خبر، اللبيب نائب المدير ما جايب خبر، مفضل ما جايب خبر، انتوا جايبين خبر؟ طبعا بديكم انه الناس دي ما عندها حاجه، مجرد ناس قاعده قدام الفيس بيفتكروا نفسهم هم رب العباد. هذا كلام فارغ يا اخواننا. كيكل ده من ما قدموا كيكل. نحن انا ما مؤدلج عشان انا هاجمت كيكل، لكن هاجمته ليه؟ هاجمته وقت كان مع الميليشيا وجاء والان بيقدم في خدمه للمواطن السوداني، لمواطن الجزيره ولكل مواطنين السودان. له التحيه والتقدير. ياسر عطا ده مش كان مع لجنه التمكين هاجمناه. الان انا ما كمريره لياسر والله العظيم ثلاثه ما عندي اي تواصل مع هذا الرجل، لكن انا من اكثر المؤيدين. جهات كثيره ضغطت علي انه انا ما ايده، لكن انا بشتغل بزول، انا بشتغل برايتها بس انه ياسر ده رجل وطني ما ادى الخط الوطني، له التحيه والتقدير وهو معاه لن ادخل التراب، ومع كيكل ده لن ندخل التراب. رجل بيقدم في عمل وطني كبير. ناس كده احتراحات وناس هنا. القوات المشتركه جبريل ده انا راجع اللايفات انتقدته لما كان موقفه رمادي. الان التحيه والتقدير لكل القوات المشتركه. نحن مؤدلجين نحن ولا عندنا حزب عشان نضادي زول بيخدم السودان نقول له انت ما ناي. والله قدمته المشتركه وقدموا كيكل في ميزان واحد. جبريل والله انا التقيت هذا الرجل، رجل هادي ورجل ذو اخلاق وذو علم، ما عنده كلام الهسه في الميديا شغال ده ما عنده. دكتور جبريل ده من اكثر الناس يعني من اكثر الناس حكمه. له التحيه. مناوي كان موقفه الرمادي اديناهم في راسهم. الان ما اقدر لاني ما مؤدلج عشان اكون راسي ده مقفول. انا ما كوز اللي بيقوموا بالكيزان اللي هم براهم بيدافعوا عن نفسهم، لكن والله ما قدموا الكيزان الان في القتال وتقديم نفسهم واولادهم. يمكن انا ود اختي ده كوز اهو قدم نفسه دكتور كان ممكن يمشي يشتغل في احسن مستشفى في العالم.
قدموا نفسهم دايرين شنو يعني؟ ناس بيقدموا نفسهم تضحيات من اجل الوطن والمواطن من القضيه دي يتحملوها. يبقى اي زول يزايد على الناس دي، اي زول يتكلم في زول مقاتل شايل السلاح ده بني ادم الناس تشك في امره. ولكم في ربيع اسوه حسنه. ربيع ده انا لما انتقدته هنا في اللايف البلد كلها قامت عليه. يوم 17 رمضان الربيع ده كان ناقل الافطار بتاع البشير. كل الكيزان ديل وقفوا ضدي. في النهايه هو طلع الربيع على حقيقته، ابراهيم بقال طلع على حقيقته. الان ناس برضو انا وقفت قلت رايي فيهم لم يسمع. لكن الناس يا اخواننا تتخلى عن العداء والكلام ما بيودي ولا بجيب. الان همنا قضيه وطن. يا اخي اللي بيقاتل الان في الميدان ده افضل منا. نحن بنقاتل في مساحات وقدامنا كلام، عندنا خيارات نقول وما نقول وكده. هو ما عنده خيار، بندقيته قدامه يا قاتل يا مقتول. فهم افضل منا. التحيه لكل القوات التي تشارك، درع السودان المشتركه، الورطه بتاعت شرق السودان دي، المجاهدين، البراؤون، انا ما كنت داير اذكر اي اسم وما قاعد اذكر اسامي، لكن لهم التحيه والتقدير. الناس الان احسن مننا بيقدموا نفسهم موت عليك كل يوم من علوم في واحد. نجي نقارنهم بناس بتتكلم في الميديا. لهم التحيه والتقدير كل القوات التي تقاتل. دعونا نبقى وطنيين. بعد ما تنتهي المعركه دي حيطلعوا رؤساء الدوله ورؤساء الاجهزه حيقولوا كيف ده كان وضعه كده، وفلان ده وضعه كده، وفلان ده وضعه كده. الناس ما تستبغى الاحداث. رجل شايل سيفه الان بيقاتل مع الناس في الميدان. تحيه والتقدير للقائد كيكل، ابو عاقله كيكل. وما تلتفت لاي حاجه قدام لما التحرير يحصل والسودان ده يعم، كل الالسن سوف تصمت. لك التحيه والتقدير كيكل. ارمي قدام ورا مؤمن. سلام.